اسمي خلود وعندي 37 سنة. انفصلت من 9 سنين، ومن ساعتها وأنا حاطط جداري حوالين قلبي محدش يقدر يعديه. اللي حصل مع جوزي السابق خلاني أقرر إن أنا مش هحب أي راجل في الدنيا تاني. وحقيقي حياتي كانت حلوة، أنا جميلة وأنا عارفة كده. شعري حريري طويل وشي نظيف وجسمي متناسق. عندي تعليم عالي وشغلانة محترمة مرتبها عالي جدا، لدرجة إني مش محتاجة حد خالص. كنت عايشة مع أختي الصغيرة وبعدين جوزتها، وأختي الكبيرة اللي أكبر مني ب10 سنين كانت سندي الحقيقي. هي اللي علمتني أعتمد على نفسي، وهي السبب في شغلانتي اللي أنا فيها دلوقتي. بعد الطلاق تقدموا لي رجالة كتير، لكن كنت أرفضهم كلهم. كنت عايزة أثبت إن أنا مش محتاجة راجل عشان أكمل. بس الحقيقة مهما كنت قوية جوايا كنت بحلم بالفستان الأبيض والأساور الذهب والبيت الصغير اللي يبقى ليا. تجاهلت الأحلام دي سنين لحد ما وصلت لسن 29. ساعتها جه مصطفى، كان وسيم، كلامه ناعم وساحر، خلاني أحس إن ممكن أحب تاني. خطبنا سنة كاملة وكانت سنة حلوة، بس المشكلة إنه أصر إننا نسكن في بيت أهله. كنت هسكن مع أمه وأبوه وأخوه ومراته وأخته الصغيرة. أنا وافقت عشان كنت بحبه. قلت في نفسي مش هتفرق قوي، بس صدقوني الفرق كان كبير جدا. بعد الجواز بشهرين بس بدأت حماتي تتصرف بطريقة مش لطيفة، وسلفتي مرات أخوه كانت بتضايق من أي حاجة ألبسها أو أعملها. كنت بروح شغلي لابسة حاجات شيك ومناسبة، لكن كانت تقعد تهمس في ودنه: مراتك لابسة تضيق، مراتك ميكابها أوفر. طبعا جوزي اتغير معايا، بقى بارد وعصبي. بعد شهرين من الجواز اكتشفت إني حامل. كنت خايفة جداً، لكن قلت يمكن الطفل ده رسالة إني لازم أكمل. لكن الأوضاع كانت بتسوء كل يوم، وطلبت منه نمشي من بيت أهله حتى لو بشنطة هدومنا. قلت له أنا معايا فلوس، هنأجر شقة مفروشة. لكنه رفض رفض قاطع. قال لي أنا مش هسيب أمي وأبويا. ومن هنا بدأت الكارثة الحقيقية. في يوم من الأيام حصلت مشاجرة كبيرة بيني وبين سلفتي. تطورت الأمور بشكل مروع، وطلبت من جوزي إنه يقف في صفي. لكن صدمتي كانت كبيرة في ردة فعله. هل تعرفوا إيه اللي حصل بعد كده؟ هتعرفوا في الجزء التالي اللي هيزعلكم جداً. رن جرس البيت، لقيت باب الشقة بيتخبط بقوة. سلفتي كانت واقفة بتصرخ في وشي قدام كل العيلة. قالت لي إن مقصرة في شغل البيت، وإن أنا مستقيلة عليهم بحكم شغلانتي. حاولت أهديها، لكنها تعدت حدودها. في لحظة غضب دفعتني. أنا الحامل في الشهر الأول. وقعت على الأرض. الجنين كان في خطر. صرخت على جوزي. كنت متخيلة إنه هيجي يدافع عني وعن الجنين اللي في بطني، لكن مصطفى جه وقف يتفرج. كان بارد زي التلج. قال لي بكل برود: يمكن هي معاها حق، ليه بتتأخري في شغل البيت؟ من اللحظة دي عرفت إن أنا بالنسبة له ولا حاجة، مش فارقة معاه أنا ولا البيبي. اتخانقت معاه. قلت له كلام صعب جدا أي ست تقوله لجوزها. ما كنتش هقدر أستحمل. في خضم الخناقة دي حسيت بألم فظيع في بطني، ألم مش طبيعي. جريت على الحمام ولقيت الدم نازل. سقطت الجنين، سقط عشان جوزي اللي ما دفعش عني وسلفتي اللي اتدخلت في حياتي. في اللحظة دي ماتت أي مشاعر كانت جوايا ناحيته. قررت أتطلق مهما كلف الأمر. كانت معركة قانونية طويلة، لكن أنا ما كنتش بدور على فلوس أو تعويض، كنت بدور على نفسي. طلعت من البيت ده بملابسي بس. روحت فجرت شقتي الصغيرة. اشتريت أغراضي الحلوة. فرشت البيت على ذوقي. وقررت إن أنا مش هفكر في جواز تاني أبداً. قلت لنفسي كفاية كده، أنا هعيش لنفسي. أكل اللي يعجبني، ألبس اللي يعجبني، أخرج وأروح من غير ما حد يحاسبني. حرفياً كنت بعمل كل حاجة لوحدي، وحتى احتياجاتي الشخصية كنت بعرف أشبعها بدون ما أحتاج راجل. كنت ملكة في قصر لنفسي، وفضلت كده سنين طويلة. رجالة كتير تقدملولي، لكن رفضتهم كلهم. ووصلت لسن 35 و37. بعد سن ال35 بدأ الإحساس بالوحدة يزيد، لكن كابوس الجواز الأول كان لسه مسيطر عليا. في الوقت ده ابن أختي الكبيرة اللي هي سندي في الدنيا كان عنده 24 سنة. اسمه كريم، اسم مستعار. كان مخطوب وبعدها ساب خطوبته عشان خناقات كتير مع خطيبته، ومتخانق مع أمه كمان. أختي قالت لي: خلي كريم يقعد عندك فترة عشان يهدى شوية. وافقت.
سكنت معه في شقتي الصغيرة، وما فيش أي فكرة غلط كانت في بالي. هو ولد أختي. لكن الحياة بتدي مفاجآت. لقيت نظرات كريم لي بدأت تتغير. بدأ يتكلم معي في المواضيع الحساسة. مرة سألني: ليه رفض الجواز يا خالو؟ فضلنا نتكلم طول الليل لحد الصبح، وفي آخر الليلة دي حصل تغير كبير مدمر. هل تعرف إيه اللي حصل بيني وبين ابن أختي؟ القادم صادم جداً. كريم سكن معايا في الأوضة الصغيرة. كان طيب جداً، بيساعدني في شغل البيت وبيكلمني بكل احترام. أنا كنت بستغرب إزاي أي بنت ممكن تسيب واحد زي ده. اشتغلت له على شغلانة أحسن من شغلانه القديمة بمرتب أعلى. بقى يخرج الصبح ويجيب الليل، وأنا كنت بروح شغلي وأرجع تعبانة. في يوم رجعت البيت وأنا ميتة تعب. ال40 ابتدت تقرب، وكل حاجة كانت بتتعبني بسرعة. كنت داخلة عارقة وشي محمر. فوجئت إن كريم واقف في الصالة. المكان منظف وملموم، في أكل سخن على السفرة. سألته: إيه المناسبة يا كريم؟ بصيت على التاريخ، عرفت إن النهاردة هو عيد ميلادي. مش مصدقة إن هو اللي فاكر وأنا ناسية. جلست أتغدى معاه. بعد الأكل جاب لي هدية. فتحتها لقيتها روب، رداء من الحرير الناعم، لونه جميل وخامته فاخرة. حسيت بالحرج شوية. هو لفت نظري وقال: أتمنى تشوفيه عليك يا خالو، أكيد هيكون شكلك تحفة. قولت له يمزح ورحت الحمام. معرفش ليه قررت ألبسه. طلعت من الأوضة لابسة الرداء، شعرية منسدل على كتفي. نظرات كريم اتغيرت في ثانية. ما كانش بينظر لي زي ابن أختي، كان بينظر لي زي راجل بيشوف ست. كنا قاعدين جنب بعض، وفجأة حصل اللي محدش يتوقعه. القعدة خفيت، والمسافات اتقفلت، والأمان اللي كنت وريتها سنين طلعت للسطح. مفيش تفاصيل ليها لزوم، بس اللي حصل بينا في الليلة دي كان أعظم حاجة حسيت بيها في عمري كله. نسيت إنه أصغر مني، نسيت إن أمه أختي، نسيت كل حاجة. اكتشفت إنه شاب ناضج، حنون وقوي. خلاني أحس إني ست مرغوب فيها، مش مجرد إنسانة شغالة ومطلقة. كانت ليلة عبقرية بمعنى الكلمة. بس الصبح صحيت على كابوس. نظرت جنبي لقيت كريم نايم. حسيت بالرعب. قلت في نفسي: أنا عملت إيه؟ ده ابن أختي. قمته على طول. قلت له: انسى اللي حصل، غلطة، أرجوك روح من هنا ومتكررهاش. كريم ضايق جدا، بس احترم رغبتي. لبس هدومه وخرج بدون ما يتكلم. فضلت طول اليوم بتعاتب نفسي: ليه سبت ده يحصل؟ ومن ساعتها وأنا عايشة على اللحظة دي، بفتكرها كل يوم وبكتئب في نفس الوقت عشان عارفة إنها غلط. وبعدها بفترة قررت أتزوج واحد زميلي في الشغل، عشان بس أحس بالأمان وأخلف عيل. اتجوزت زميلي ده جوازة متعبة جدا، 6 شهور وحملت. وفجأة كريم رجع تاني. دخل البيت ولقى جوزي قاعد. نظرة كريم كانت مرعبة. عمل مشهد مخيف. إيه اللي هيحصل بعد كده؟ جوازي من زميلي في الشغل كان أشبه بالاتفاق البارد. هو متجوز أصلاً وكنت أنا عارفة. كنت وافقت عشان بس أحس إني مش لوحدي وعشان أخلف طفل. كان يجيلي يوم ويوم، ويقعد كام ساعة ويمشي بسرعة عشان مراته بتكلمه. ما كنتش مبسوطة، لكن كنت متقبلة الوضع. لحد ما حملت. بعد 6 شهور من الجواز وأنا حامل، وفي يوم كريم رجع. دق البيت، فتحت لقيت كريم واقف. ضربت عرق. كان شكله مهتم. لما دخل لقى جوزي قاعد على الكنبة. صدم. بصلي بصرة باردة. ما سلمش عليه حتى. راح قاعد في الأوضة التانية. حسيت بالخطر. حاولت أشرح لجوزي بس ما قدرتش. النهاردة اتأخر كريم ومش عايز يمشي. بعد ما جوزي راح، كريم طلع قدامي، مسك إيديا، بص في عيوني وقال: أنا مش قادر أنسى الليلة اللي فاتت يا خالو. مش عارف أنام من ساعتها. كل يوم بفتكرك، حركاتك، كلامك، ضحكتك. أنا عايزك، وأنا مش هسيبك تكلمي جواز الصورة ده اللي مش راجل حتى. حاولت له: أنا حامل يا كريم، ده حرام، سيبني في حالي. ضحك ضحكة عصبية وقال: حرام؟ اللي حصل بينا ما كانش حرام ساعتها؟ أنا مش هسكت. لو ما عملتيش اللي أنا عايزه، هعيش معاكي في مشاكل عمرك ما تتخيليها. هقول لأمي على كل حاجة. هدمر حياتك. حسيت بالرعب. الراجل اللي كان حنون في الليلة دي بقى وحش. بدأ ساعتها يكلمني كل يوم، يضغط عليا، يقول لي: أسيب الجوازة دي، تعالي نعيش سوا. وأنا أرفض. يقول: طب نكرر الليلة دي مرة واحدة. أرفض. كان بينفعل جدا ويقول لي: أنا مش هعرف أعيش من غيرك.
حاولت أهديه، أقول له إحنا غلطانين يا كريم، فكر في مستقبلك، هتجوز بنت في سنك. ما كانش بيسمع. قررت إني هروح أحكي لأمه أختي الكبيرة عشان توقف معايا، لكن كل ما أفكر أقول هقول إيه؟ أقولها إنها أنا اللي ارتكبت الغلط مع ابنها؟ مين هيصدقني؟ اخترت الصمت. لكن كريم فضل يضغط. مرة جه الشقة وأنا لوحدي، كان معاه مفتاح. دخل من غير ما يخبط. دخل علي في الأوضة، قعد يهددني. قال آخر مرة لو مش هتجيبي سيرتي هروح دلوقتي لأمك وهقولها إني بحبك ومش هعرف أعيش من غيرك. إذعنت خوفاً من الفضيحة، وكررنا الغلطة التاني. ومن يومها وأنا عايشة في جحيم. جوزي التاني مشغول طول الوقت مش حاسس بيا، وكريم عمال يضغط ويهدد، وجوزي التاني لسه ما يعرفش حاجة. حاسة إني في سجن، مش عارفة أتخلص منه وخايفة يعمل حاجة تدميري. كريم بقى كل شوية يبتزني، يقول لي لو مش هتبقى مالي أنا هدمرك، وأنا حامل ومش عارفة أتصرف. فجأة جوزي التاني اكتشف حاجة غلط. تليفوني رن، وكانت رسالة من كريم بالغلط. جوزي ولع فيها. إيه اللي هيحصل لما جوزي يعرف الحقيقة الكاملة؟ مرت الأيام وكأنها سنوات. كريم كان بيكلمني كل يوم، بيبعت رسايل، بيتصل، وأنا حياتي بقت جحيم. كنت خايفة من جوزي التاني يكتشف، وخايفة من أختي أم كريم تعرف، وخايفة من المجتمع. أنا ست كبيرة ومشهور بجمالي وشغلي المحترم، لو حد عرف هتكون نهاية العالم بالنسبة لي. كان نفسي أرجع بالزمن وأمسح الليلة الغلط اللي ما كنتش مفروض تحصل. جوزي زميلي في الشغل، اسمه هشام، كان راجل بارد جدا، ما كانش مهتم بيا. يجي الساعة 10 مساء نام ويصحى الصبح يروح. حياتي معه كانت مملة وفارغة، لكن كانت آمنة. لحد يوم من الأيام هشام كان قاعد على التليفون بتاعي، سألني: مين كريم اللي بيكتب لك الساعة 2 الفجر؟ دقات قلبي وقفت. حاولت أمثل: ده ابن أختي، بيسأل عليا، عندي شوية النهاردة. فتح التليفون قدامي، قريت الرسالة: وحشتيني قوي يا خالو، مش قادر أنام ولا آكل، نفسي في حضنك تاني. هشام بص لي بصرة باردة وقال: إيه القرف ده؟ معرفتش أتكلم، نزلت دمي، جريت على الحمام. الدنيا دخت. راح جاب لي مياه وقال: قبل ما أروح قوليلي الحقيقة كاملة، غير هسيبك دلوقتي وهتروحي لوحدك. عيطت وحكيت له القصة كاملة من أولها لآخرها. بكيت كتير. قلت له كنت لوحدي، كنت تعبانة نفسياً، حصلت غلطة كبيرة، أنا ندمانة. وهو بيكلمني هشام قعد ساكت شوية. الدقيقة كانت أطول من الدهر. بعدها قال: أنا زعلان منك خالص، بس أنت اللي غلطتي، وأنت اللي هتتحملي نتيجة غلطك. أنا مش هعرف أكمل معاكي بعد اللي عرفته دلوقتي. محاولة أرده. حسيت إنه عنده حق. قلت له: أنا هطلقك أنا من عندي، لكن عشان البيبي اللي جوايا أرجوك بلاش تعمل مشكلة، بلاش تعرف حد في العيلة. هشام اتفق، وافق إننا نطلق بهدوء ويسيبني في حالي. ومن ساعتها وأنا بستعد لاستقبال البيبي لوحدي. لكن كريم فضل يكلمني. راح قايل لأمه إنه عايز يتجوز واحدة، ومحدش يعرف إنه أنا هي المقصودة. فضلت أتهرب لحد ما أختي الكبيرة أم كريم اكتشفت حاجة غريبة. لقيت تليفونها بيزن. رديت. قالت: خلود، أنا عايزة أفهم حاجة. ليه كريم طول الوقت في شقتك؟ ليه طلقك زميلك في الشغل؟ وخبر جاني إن في كلام في الشارع. ساعتها عرفت إن الفضيحة بدأت تطير. سمعت صوت أم كريم بارد وجاف. طلبت مني أجي البيت عندها عشان نتفاهم. عارفة إنها لو عرفت الحقيقة هتتبرأ مني للأبد، هيدمر علاقتي بأختي اللي هي كل حياتي. وش بقدر أعمل؟ هقابلها ولا أهرب؟ الجواب الصادم في الجزء الأخير. ذهبت إلى بيت أختي الكبيرة بقلب مرتجف. كنت حامل في الشهر السادس. جلست أمامها على الكنبة. كانت شايلة همها. قالت لي: خلود، أنا عارفة إنك بتعملي كل حاجة غلط من بعد مصطفى، بس اللي يخص ولدي كريم لازم تفهميني إيه اللي بيحصل. حاولت أكذب. قلت: ولا حاجة، هو بيساعدني عشان أنا حامل ومش قادرة على شقة لوحدي. بصت في عيوني وقالت: مينفعش تكذبي عليا، أنا عارفة إنه بيحبك، أنا عارفة إن رسايله ليكي مش طبيعية، أنا قريت المسدشات بتاعته. تحطمت، معرفتش أتكلم. عيطت، وقعت على ركبي قدامها. قولت لها: سامحيني، أنا عملت حاجة غلط مرة واحدة، وندمانة عليها وبكيت عليها بالدمع. هو اللي مسبنيش في حالي،
هو اللي بيضغط عليا. أنا خايفة على سمعتي وعائلتي وبيبي اللي جوايا. أختي قاعدة ساكتة، عينيها مليانة دموع. قالت: أنتِ السبب يا خلود. أنتِ اللي عملتي نفسك قوية لدرجة إنك نستي إن ليكي حدود مع راجل أياً كان. أنتِ اللي كنتي بتقولي إني واثقة من نفسي، بس فاتكي إن الثقة الزيادة بتجر للوحش. قررت أختي إنها هترسل كريم برة البلد لدراسة أو شغل عشان يبعد عني، ووافقت إنها ما تقولش لحد في العيلة بشرط إني أروح لدكتور نفسي وأتعالج من صدماتي. كريم اتصل بي قبل ما يسافر، كان صوته مكسور. قال لي: أنا مسامحك يا خالو، بس أنا كنت بحبك بجد، لكن أنا غلطان إني ضغطت عليك. آسف. قفلت الخط وسافرت. دلوقتي أنا قربت ألد، حاسة بالوحدة بس حاسة بالحرية برضو. مش هتجوز تاني أبداً. قررت هربي البيبي لوحدي وأتعلم من غلطتي. الليلة اللي حصلت مع كريم مهما كانت جميلة كانت بداية نهايتي النفسية. خلصت، الحكاية انتهت، بقيت أنا والبيبي بس. مش محتاجة راجل يتحكم فيا تاني ولا شاب يحبني غصب عني. الحياة بتمشي حتى لو وحيدة. هل ستبقى خلود وحدها للأبد؟ وهل سيكبر ابنها ويكتشف الحقيقة يوماً؟ القصة انتهت ظاهرياً، لكن الجراح لسه داخلياً بتوجع. لو عجبكم القصص الواقعية زي دي، ادخلوا على القناة واشتركوا عشان تجيكم قصص جديدة كل أسبوع. سلام.